ليالي بقى دوري الابطال يا رجاله اللي بتخلي الواحد ينام مبسوط وصلت الحمد لله. نيجي بقى لديربي الغضب بمسمى حاليا ديربي القصب لمستوى الفرقتين يعني. فاكرين كده ماتش الذهاب في اول ربع ساعه كانت ضغط الانتر رايح جاي كده وجوال وفرص ضايعه وكل حاجه. الماتش النهارده كان على نفس الملعب ونفس الجمهورين، حاجه واحده اختلفت بس لون الشورت للفرقتين، ده اللي لبس اسود وده لبس ابيض، ده لبس ابيض وده لبس اسود. الميلان بقى بما انه لبس شورت ابيض المره دي قال لك بس خلاص يا معلم انا اول ربع ساعه دي هضغط ولازم اجيب جولين، مش معنى هم يعني. الفكره السكواد الميلان ضعيف، ما هوش بنفس سكواد الانتر في ماتش الذهاب كده ايه في اول ربع ساعه يا معلم لا انا هجيب جولين وهضيع، لا هو اول كره جت لهم لابرام دياز، وبرام دياز معروف اللي هو شويه حنكشه شويه، الشوطه كانت فيها شويه حنكشه، اتشاطت بطريقه سلو موشن في نص الجون. طبعا بقى في ماتش الذهاب الانتر كان ايه ضاغط وكل حاجه، الميلان كان بيحاول ما كانش بيحاول، ما جاش اصلا خالص. الماتش ده الميلان كان بيحاول وضاغط شويه بس الانتر كان بيحاول وعامل شويه قلق اصلا. وهو ده الفرق بقى بين السكوادين، سكواد مضروب بالجزمه وسكواد فيه لعبه شويه عدله. السكواد بقى مضروب بالجزمه اللي هو سكواد الميلان يعني الجمهور بيشتم في مين بقى؟ في المدرب اللي هو واخد لهم دوري واخد لهم كاس واخد لهم حاجات كتير واصل معاهم نص نهائي دوري الابطال وبيشتموا مش عاجبه. والله بجد هي الناس دي ما شافتش موسيماني مع الاهلي ولا ايه؟ بعد بقى شويه الضغط الحلوين بقى اللي حصل من الميلان في اول ربع ساعه ده، الفرقتين بقى قال لك ايه بس خلاص الكره ديت اصلا مضيعه للوقت، مش هنعمل حاجه، احنا نهدى كده ونلعب زي الشوط الثاني في الماتش الذهاب. والمحتوى خلص يا معلم من اللعيبه، واحنا محتوانا خلص، احنا كنا مستنيين لياو بقى وبتاع ويعمل سسبنس النهارده في العوده وكل حاجه وشويه قلق كده ما ظهرش. بينها بقى كده الرجاله اللي انشيلوتي اتكلم مالديني قال له بص انا مستنيك في ماتش الثالث والرابع، السنه ده هيبقى في ماتش ثالث ورابع هنلعب عليه. في شيء جاي من نواف، 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 في شيء جاي من نواف. في اخر بقى الشوط الاول الرجاله لياو ظهر في الكوره بتاعته اللي بيجري بيها دايما كده ويشوطها في البعيد، بس المره دي ايه بقى نابولي مش في الملعب. طبعا بقى لو نابولي كان في الملعب كان ايه اللي حصل بقى؟ كان الرحماني وقع بقى واتزحلق في ال 18، ميريت كان اتزحلق وقع جوه الجول، وكان اوسمان بيسنتر من نص الملعب. الشوط الاول خلص بقى خلاص، الشوط الثاني بقى بنقعد نشوط المدربين وبتاع وكلام من لا يا معلم خالص. اللعيبه اكتشفت في الملعب ايه في الشوط الثاني الفرقتين يعني اللي الكوره دي ما هي الا مضيعه للوقت وشويه له وزنا تكتيك. الشوط الثاني بقى هاد الكابتن رؤوف خليف يسكت والله العظيم لا نايمكم اكتر. كريم ادل فولجار تصوير. وانا قاعد بقى في الشوط الثاني شويه زهق كده على شويه ملل على اساس الواحد حياته ناقصه ما علينا، قاعد ماسك كده الفيس عمال بقلب فيه شمال في يمين، قابلني بوست من صفحه مان سيتي ارمي تمام بيتكلموا فيها على ايمن مليان التصدي بقى عظيم وبتاع وشال الدنيا الشوط الاول. لسه بشوف البوست لقيته بيبلع جول من الزاويه الضيقه، عليا الحلال من ديني لو جبت صوره تيبو كورتا النهارده هنعمل لكم بان. ليه كده يا اولاد الكلب كده كده احنا اصلا مش محتاجين بقى نعظم في لوتارو مارتينيز وكل حاجه، هو كل ما يقابل الميلان بيقلب ليونيل ميسي في الارجنتين. بس كده يا رجاله انت مستني ايه تاني؟ ما انت كنت بتتفرج على الماتش، انت اصلا هتلاقي كسبت حياتك وقعدت تضيع وقتك ايه في شويه ماتشات كده هربانه من ايه من اليوروبا ليج. الحمد لله بقى يا رجاله الشوط الثاني خلص، انا عارف ان الفرقتين نسيوا ينزلوا الملعب بس الحمد لله الماتش خلص والانتر للنهائي ومبروك يا عم وهارد لك للميلان، وبجد بجد عظمه اللي هم وصلوا نص النهائي اصلا. النهارده بقى كده هيكون اليوم الامتع، النهارده بقى مستنيين المعجزه ومستنيين رودريجو من على الاحتياطي وانشيلوتي يرفع حاجبه ونتوكل على الله. يعني احنا ورانا يعني حاجه كل سنه نهائي وخلاص. اشوفكم الفيديو الجاي على خير يا رجاله، سلام.